حاسس إنك في دايرة ما بتخلصش، مش قادر تركز ومش قادر تبدأ، فكل يوم زي اللي قبله. ممكن تكون محبوس في حاجة اسمها دايرة التشتت والإحباط. أنا محمد علي، دكتوراه في علم النفس واستشاري الصحة النفسية، وده فيديو جديد من قناة صحتنا النفسية. شوف العلامات دي: واحد، بتصحى متأخر حاسس بالذنب ومش بتعمل حاجة فعلا، اليوم بيضيع في التفكير مش في الفعل. رقم اتنين، بتبدأ مليون حاجة ما بتكملش ولا واحدة، دماغك زي راديو شغال على كذا تردد في نفس الوقت. تلاتة، بتحس إنك فاشل، مش عارف تبدأ منين أصلا. المشكلة مش فيك، دي في طريقة شغل مخك. أربعة، بتضيع وقتك في حاجات صغيرة عشان تهرب من المهمة الكبيرة، تأجيل، ضغط، انهيار، إعادة من الأول، وهكذا. تعمل إيه؟ قسم المهام، الحاجات الصغيرة جدا. استخدم مؤقت حتى 10 دقايق بس. كافئ نفسك بعد كل إنجاز بسيط. والأهم، لو مش قادر اطلب مساعدة من متخصص. دماغك مش ضدك، بس محتاجة طريقة تفكير مختلفة. وتابعني وعشان يوصل لك الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم.